السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو مدحت من أرض العجايب أم الدنيا مصر، ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من جوه الحكاية. بس قبل ما نبدأ حلقتنا عايزين نأكد إننا مش ناسيين قضيتنا ولا إخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله نصر الله قريب. كل اللي بيشرب القهوة أيا كان مزاجه، سواء بيشربها مظبوط أو سكر زيادة أو على الريحة، أو من أنصار إن القهوة هي خمر الصالحين ولازم يشربها سادة وفي الخلفية فيروز. عارفين إن القهوة كانت حرام؟ حاملها وساقيها وشاربها بتتعامل بالظبط معاملة الخمر، وعشان تشربوها دلوقتي بكل سهولة وفي أي وقت قام بسببها ثورة ومات فيها شباب زي الورد، ومن يومها ارتبطت القهوة السادة بالعزاء والقهوة الزيادة بالفرح. يا ترى إيه الحكاية؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من جوه الحكاية. بداية ظهور القهوة في مصر تقريبا من 500 سنة، في أواخر عصر المماليك وبداية عصر العثمانيين، وتحديدا في قسم الطلبة المغتربين في جامعة الأزهر. الطلبة في جامعة الأزهر لاحظوا إن زمايلهم اليمنيين بيشربوا مشروب غريب بيخليهم يسهروا أكتر، وبالتالي بيذاكروا أكتر منهم وبيتفوقوا في الدراسة. ده بقى خلى باقي الطلبة عندهم فضول يعرفوا إيه اللي بيشربوه، وفعلا راحوا سألوهم وردوا عليهم قالوا لهم إن دي قهوة بتساعدنا على التركيز ولا تذهب العقل. فهنا ابتدى الطلبة كلهم يشربوا القهوة، ومنها لأهلهم ومنها لجيرانهم، وانتشرت القهوة في مصر. وكمان جمال الغيطاني بيقول في كتابه ملامح القاهرة في 1000 عام إن قبل الطلبة اليمنيين في جامعة الأزهر كان في شيخ يمني متصوف اسمه أبو بكر عبد الله العيدروس الشافعي. الشيخ ده كان بيجيب معاه حبوب البن من اليمن وكان بيشربها وينصح الناس بيها عشان يسهر ويجتهد في العبادة. وانتشر في مصر تجار البن والأماكن اللي بتقدمه اللي هي القهاوي، وكمان اللي بيقدمه في القهاوي بقى اسمه قهوجي. الدنيا كانت ماشية تمام وزي السكينة في الحلاوة، لحد في العصر العثماني ما واحد اتسحب من لسانه وراح لشيخ الأزهر. الوقت ده كان اسمه أحمد الصنباطي. قال له يا شيخنا إيه رأيك في المشروب المنتشر اللي اسمه القهوة وبيأثر على العقل؟ هنا الشيخ أحمد قال له لا، طالما بيأثر على العقل فهو حرام ويتعامل معاملة الخمر. لكن برضه في الوقت ده الناس فضلت شغالة، حد شيوخ في الجوامع ما كبروا الموضوع وبدأوا يقولوا للناس إن المفروض الفتوى بتمشي على كل الناس حتى السلطان. إزاي في ناس مش راضية تلتزم بيها؟ في الوقت ده في ناس قالت طالما هي حرام خلاص ما بقتش تشرب القهوة، بس في ناس فضلت متمسكة إنها تشرب القهوة. وهنا ابتدت تحصل المشاكل، إن الناس بتخرج من الجوامع مشحونة من الشيوخ بيكسروا القهاوي ومحلات البن. هنا تجار البن والقهوجية قرروا إن هم يبعتوا ورد للشيخ أحمد الصنباطي يقولوا له يرجع في الفتوى علشان القهوة ما بتذهبش العقل. لكن الشيخ أحمد أصر على موقفه وطلع فتوى تانية بيقول فيها منع المنكرات والمسكرات والمحرمات وغلق أبواب الحانات والخيانات ومنع استعمال القهوة والتجاهل بشربها وهدم كوانينها وكسر أوانيها. وقرر الشيخ أحمد الصنباطي بنفسه إنه هينزل هو ومؤيدينه ويقفلوا كل محلات البن والقهاوي. ولما نزلوا حصلت العركة الكبيرة واللي مات فيها 3 من القهوجية. ولما أهاليهم عرفوا قرروا إن هم ينزلوا ياخدوا بطارهم من الشيخ أحمد ومؤيدينه. لما الشيخ أحمد عرف جري هو ومؤيدينه دخلوا مسجد وقفلوا عليهم باب المسجد، والناس جريت وراه. إنما احتراما لحرمة المسجد الناس ما اقتحمتوش، بس الناس حصرت المسجد وعملوا صوان حوالين المسجد وكلهم باتوا فيه وخدوا عزاء الشباب اللي مات في الصوان ده. وبدأ كل الناس اللي داخلة العزاء يقدموا لهم قهوة. فضل الناس محاصرة المسجد 3 أيام لحد ما الموضوع وصل للسلطان العثماني اللي خد قرار بعزل الشيخ أحمد الصنباطي وتعيين واحد تاني مكانه. الشيخ الجديد بقى لغى الفتوى وقال القهوة مش حرام وممكن الناس تشربها وتتاجر فيها. من فرحة الناس بالقرار خرجوا في مظاهرات يهتفوا للسلطان العثماني، وكمان بيوزعوا قهوة سكر زيادة بعد ما وزعوها سادة على روح الشباب القهوجية. دي ما كانتش أول مشكلة تحصل على القهوة، سبقها مشكلة تانية سنة 917 هجري، وتحديدا في عصر السلطان المملوكي القنصل الغوري. كانت في مكة، ومكة والمدينة في الوقت ده كانوا تابعين إداريا لمصر. كان محتسب مكة في الوقت ده
اسمه خاير بيك أو المصريين سموه خاين بيك. عملنا عنه حلقة قبل كده، ليه المسجد بتاعه ما تصلاش فيه من 500 سنة، وهتلاقوا اللينك بتاع الحلقة في صندوق الوصف. خاين بيك شاف ناس بتشرب قهوة عند الكعبة، فقرر يعمل مجلس علم ويسأل هل ده حلال ولا حرام، وطلع نتيجة المجلس إن هو حرام. فقرر إنه يبعت منادي في مكة بتحريم شرب القهوة، وبعت خطاب للسلطان الغوري بيقول فيه: ما قولكم في مشروب يقال له القهوة مشاع شربه بمكة المشرفة وغيرها، بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره، يدار بينهم بكأس من إناء لآخر. وقد أخبر خلق ممن تابع عنه بأن كثيره يؤدي إلى السكر، وأخبر عضور الأطباء أنه مضر بالأبدان. لكن السلطان الغوري ما اداش لخاين بيك أي فتوى سواء إنه حلال أو حرام. وكده تكون خلصت حكاية القهوة. ما تنسوش تمنشنوا مدمنين القهوة في الكومنت. وبكده تكون خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم دايما على خير في حلقات جديدة من جوه الحكاية. السلام عليكم.